مساكم الله بالخير. تذكرون كلمتي اللي في اول يوم الحصار اللي قلت فيه رب ضارة نافعة؟ هذه رجعت على اهل الكويت ويستاهلون. الان اللي يفكر يبي يسافر الى الكويت يجب عليه انه يحجز قبلها باسبوع. الان الكل يتذكر في السابق طيران الكويتي او الطيران القطري يمكن رحلة او رحلتين في اليوم. الان 6 رحلات يوميا وكلها فل، بالاخص في الويكند ما راح تحصلون. هذا اولا. ثانيا الفنادق نسبة الاشغال 100%. 100%. اهل الكويت الان الجو بالذات في هذا الموسم موسم رائع جميل. المجمعات عندهم زادت نسبة الإحصائية الأخيرة، نسبة المبيعات بشكل 100% بعد كذلك. خاصة أن بعد ما سكروا دول الحصار علينا وذهب أهل قطر إلى دبي والحسا. الآن الله يا عزيتي لهم أهل الحسا مساكين هم يعلمون، في بعضهم من سكر محلات مساكين كانوا يعتمدون اعتماد كلي على أهل قطر وشراهم. نقول أهل الكويت يستاهلون وبيض الله وياهم. الكل لاحظ في الآونة الأخيرة كذلك أن نسبة المصاهرة بين قطر والكويت خلال هذه الشهر، يعني خلينا نقول احنا يعني النسبة من عندي بالضبط، خلال هالشهر زواجين صاروا، والله يتمم لهم على خير ويبارك لهم ويبلغهم بالذرية الصالحة إن شاء الله. نقول الكويت وصباح وبلاد نهار، بلد النهار. نقول لكم كفيتوا وفيتوا وما قصرتوا. ونقول حق صباح أحمد الصباح شيخ وأمير الحرية، نقول له كفيت وفيت وما قصرت. نقول لدولة الكويت الآن الكويت يعني صراحة سوف تتقدم المشهد التجاري في دول الخليج وانتظروها، وبالأخص الحين صار في فتح خط تجاري بين قطر، في السابق لم يكن موجود، بحري لين الكويت. اللي يبي ياخذ أي شيء من الكويت في سفن وتنقل وشحن بحري وشيء مش طبيعي، شيء عجيب. ربعنا بدأوا يتقدمون، ربعنا بدأوا يتقدمون في الصناعة، يتطورون والاعتماد ويعتمدون على الاكتفاء الذاتي. احنا نقول رب ضارة نافعة، وهذا الشيء يخدمنا والله يخدمنا. الحمد لله جات على يعني بهذا الشكل. الآن هذه دروس ويجب الكل يعتبر. نقول اللي يبي يسافر الكويت لا يفكر نسبة اشغال الفنادق 100%. التذاكر فل، حتى لو في الليل ما في طيارة في الليل. أنا بكرة أبي أروح ولا بلاقي تذكرة، وانتوا شفتوني من قبل فترة قبل ما تتزوج بنتي نروح تجهز في الكويت. والكويت يبقى أهل ذوق، الكويت أهل فن. اللي أنا من زمان، أنا سنين وبنين من 30 سنة وأنا أروح الكويت ومحلات الكويت وذي هم يباشرونا، مش هنود وأجانب، هم أهل ذوق والكل يتابعهم، وانتم عارفين بهالشيء. مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق. اللي يفكر يروح الكويت يحجز قبلها بأسبوعين. شكرا لكم.